السلام عليكم الاول. معاكم الكابتن ابراهيم محمود خلف الله، عضو لجنه المسابقات بالاتحاد المصري كمال الاجسام. هو طبعا النهارده نادي بهتيم طبعا يشكر على الحدث الجميل ده. تنظيم رائع ما شاء الله، كل الناس في النادي هنا من اول عامل لحد رئيس مجلس الاداره بمجهود غير عادي. واحنا كضيوف النهارده كان جايين لجنه مسابقات وحكام واداريين، الحمد لله لقينا كل ترحيب وكل معامله كويسه ووجبات حلوه من الناس وناس محترمه بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا الاتحاد المصري كمال الاجسام طبعا بيحظى طبعا بحاجه جميله جدا في وجود الدكتور عادل فهمي السيد رئيس الاتحاد المصري كمال الاجسام، ورئيس الاتحاد الافريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد العربي. طبعا مصر شهدت طفره غير مسبوقه في لعب كمال الاجسام في عهد الدكتور عادل فهمي السيد. طبعا منتخب مصر كمال الاجسام النهارده بسم الله ما شاء الله عندنا صف اول وثاني وثالث، احنا ملوك اللعبه في العالم. زي ما منتخب البرازيل بيهز العالم في كره القدم والارجنتين والمانيا، مصر برضه في كمال الاجسام كل الدول والجميع الف حساب. وبرضه عشان المجال ما خدناش في اللعبه والبطولات، احنا بنقرر الشكر للنادي بهتيم على المجهودات الغير عاديه اللي قام بها النادي النهارده. وطبعا زي ما انتم شايفين بطوله ناجحه جميله جدا، بطوله كاس مصر، بطوله كاس مصر فيزيك وكلاسيك كمال اجسام، جميع الاعمار النهارده والتنظيم رائع. وشفت اللعيبه ما حدش مبسوط، ما حدش بيتكلم في تحكيم، كل مبسوط الحمد لله سبحانه وتعالى. والنتيجه كانت يعني متنظمه لاعلى مستوى من قبل المسؤولين. وطبعا احنا نشكر النادي ورجاله النادي والراجل الطيب اللي معانا اللي عامل معانا الحديث ده ان شاء الله. ودي طبعا قناه نادي بهتيم ان شاء الله، وانتظرونا. شكرا يا كابتن.